يا مساء الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده ان شاء الله يكون كده روتين خفيف ويكون مشجع ليكوا وتقوموا تخلصوا شغل بيتكم لو لسه وراكوا حاجه. بس هستأذنكم قبل ما نبدأ الفيديو تنزلوا تعملوا لي لايك وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا الاشعار الفيديوهات الجديده. فاول حاجه كده دخلت بصراحه كنت عايزه انضف الحمام. هو طبعا يعني ايه الحمام على طول عامه في اي بيت لازم الواحده بتبقى ايدها فيه على طول، سواء مثلا بعد ما داخله مثلا بتاخدي دش، داخله مثلا تغسلي وشك وطالعه، فاي حاجه بتلاقيها قدامك كده مش متظبطه او مش نظيفه بسرعه وانتي واقفه بتروحي منضفاها. فده برضو اساسي يعني. بس فحسيت كده ان هو برضو كان محتاج زي تلميع كده، فروحت جايه ايه مصبناه كده بسرعه. طبعا مش كل حاجه صورتها لكم يعني علشان بس الوقت والفيديو ايه ما يطولش معايا. فبدأت كده غسلت الرف اللي فوق الحوض وغسلت الحوض. وبرضه هوريكم حاجات بتساعد على اني على طول حمامك ريحته تبقى حلوه. فان شاء الله كده اقول لكم على كام حاجه ومش مكلفين خالص، ان شاء الله تعتمدوها. وصدقيني بصي يعني وانتي معديه كده من قدام الحمام هتشمي الريحه الحلوه بتاعته. بس فبعد كده بقى بعد ما صبنت الرف والحوض هبدأ بقى انا اشطفهم كده وارص عليهم الحاجة تاني. سامحوني لو الصوت مش واضح قوي لاني اخده دور برد بصراحة صعب جدا. الحمد لله بقالي يومين ما بتحركش من السرير، نايمة ما بعملش اي حاجة غير ان انا باخد في حاجات سخنة وباخد العلاج. حتى العلاج بيكسر الجسم وبيخلي الواحد عايز ينام كده على طول. فسخونية وصداع وتكسير في العظم، الموضوع فعلا مش سهل خالص. الحمد لله يعني. فيعني خلوا بالكم يا جماعه من نفسكم من ولادكم كويس جدا. الجو نفسه فيه ميكروب او فيروس مش عارفه، فربنا يا رب يستر علينا وعلى اولادنا. والناس اللي عندهم اطفال في مدارس ما تودهمش، مش هتيجي يعني من يومين تلاتة حتى لو اسبوع، مفيش اي مشكله، المهم الصحه. لان الطفل لما بياخد عدوى او بياخد دور برد صدقوني بينقله للبيت كله. يعني ممكن طفل ينقل لامه او ابوه العدوى، فمفيش اي مشكله ان هو يقعد يعني حتى لو اسبوع، ما مش هيجرى اي حاجه. انا بشوف يعني حاجات على الفيسبوك، اطفال الله اكبر يعني في فيروسات بتبهدل الدنيا وبتدخل على الغدد وحاجات كده فعلا صعبه. وفي ناس برضو ما عندهاش ضمير، يعني تعرف ان ابنها او بنتها تعبانين ويودوهم عادي، فقعدوهم الفتره دي ولما ربنا يسهل كده والدنيا تبقى تمام ودوهم تاني. طبعا انا بقى زي ما قلت لكم في حاجات كده ايه بصبنها وبنشوف بس كده ايه اللقطة الأخيرة زي ما بيقولوا مع بعض. شطفت كده القعدة وبعد كده حطيت عليها الزرعة دي أنا جايباها جديدة، فاستخدمتها بدلت اللي أنا كنت حطاها على السيفون من فوق دي، بدلتها بواحدة تانية دي أنا كنت عايزة أجيبها أصلا لما كنت بجيب الزرع الأولاني، فلقيتها هنا كده عجبتني فروحت جايباها. فبدلت مكان التانية ان شاء الله لما اعمل تغييرات كده في المطبخ هاخد التانية احطها على الرخامة عندي. هنشوف كل حاجة مع بعض. وبصوا بقى نيجي للحاجة المهمة اللي انا بقولكوا عليها دي، من ضمن الحاجات اللي بتساعد ان دايما ريحة حمامك تبقى حلوة جدا. دي حاجة كده، ده تقريبا ده صناعة كوري. زي ايه معطر كده بيتحط في القعدة نفسها من جوه زي ما انتوا شايفين. حبيت بس ان انا اوضح لكم شوية. بتضغطي عليه من ورا، هو بيبقى عامل زي الجل كده، بنضغط عليه. ممكن تضغطي عليه باي حاجه بس هو ايه يعني عشان هو لسه جديد ففي كميه، فضغطت عليه مجرد بس ما ضغطت ضغطه بسيطه فبيطبع كده في المكان اللي انتي بتحطيه عليه. ده شكله. انا بصراحه مش عارفه هو بكام. بتحطيه في المكان اللي انتي عايزاه بس بيبقى قريب مثلا من مكان ما الميه بتنزل. آه، بصوا انا شديت السيفون قدامكم علشان اوريكم بيعمل رغاوي كده، وريحته بصراحه فواحه جدا وتحفه. في طبعا منه روايح كتير، تجيبي الريحه اللي انت عايزاها. وبعد كده صبنت البانيو برضو، اديته كده تصبينه بالليفه بالصابون او بالاريال. انا عندي شاور كده كان اكسباير يعني استخدمته في الغسيل. برضو مدين يعني نتيجه حلوه لاني في نفس الوقت برضو ريحته كويسه. ودي الحاجة التانية اللي انا بقولكوا عليها، اني انا بعد ما بخلص كده مسح الارضية وخلاص انا كده صبنتها وتمام وشطفتها كمان وشلت المية كلها من الارضية كلها، والارض كده بالنسبة لي بقيت يعني ايه بنسبة 75% الارض ناشفة. بجيب اي معطر عندك، اي معطر انت حباه هاتيه وحطيه بس يكون خام، يعني ما تخففيهوش بميه ولا اي حاجه.
حطي كده حاجات بسيطة خالص، مثلا غطيين 3 حطيهم في ارضية الحمام، وابدأي ان انتي وزعيهم في الارضية بتاعة الحمام كلها، جنب القعدة، في اي اماكن كده ضيقة عندك ابدأي ان انتي وزعيهم في الارض كلها، هتشمي بقى ريحة مفيش بعد كده. فطبعا بيساعد ان هو ايه، بيبقى ريحته اقوى شويه لان انت بتبقي حاطاه خام، ما بتبقيش مخففاه، وغير كده بتبقي الارض بتاعتك ناشفه، ما بيبقاش فيه ميه، فبتاخد المعطر بتاعك وتمشي او بتتمسح يعني بيه. دي الفكره. تالت حاجة ودي اهم حاجة بالنسبة لي، ان انت تهوي الحمام بتاعك في اخر اليوم. تبدأي كده ان انت تفتحي، لو عندك شباك لو عندك شفاط ايا كان، يكون بس ايه، لو يعني لو الشباك بتاعك مثلا على مسقط او كده، بيبقى في اخر اليوم يفضل يبقى ايه، تفتحيه علشان ما يبقاش فيه اي روايح في المسقط تدخل شقتك، فتفتحي كده الشباك يتهوى تاني يوم الصبح او على حسب ما بيريحك تروحي قافله الشباك بتاعك، يكون الحمام جدد الهواء بتاعه. لو تلاحظوا الليفه اللي انا بستخدمها اللي هي مخصصه للحمام، بعد ما بستخدمها وبغسل بيها كل الاماكن اللي انا عايزه اغسلها، سواء بانيو، حيطان، حوض، ايا كان، ببدا ان انا اغسلها كويس جدا وانزل كل الصابون اللي فيها، وبعد كده بنشرها بحيث ان هي تنشف. ما احطهاش مثلا في مكان مكتوم او كده، فريحه الميه تعمل ريحه كمكمه. فاي حاجه عامه بتستخدميها في التنظيف لازم تغسليها وتهويها كويس جدا، وتبقي متاكده ان هي نشفت والدنيا زي الفل. الحاجات دي يا جماعه بتبقى عامل اساسي في ان يبقى في ريحه مش كويسه في المكان وانت مش عارفه هي جايه منين. ممكن مثلا بعد ما تغسلي الحاجه وتشيليها فتنشف في مكانها، فيبقى فيها ريحه كمكمه، تبداي ان انت تستخدميها تاني فتلاقي في ريحه مش كويسه انت مش عارفه هي جايه منين، فتكون من الحاجه اللي انت غسلاها قبل كده، بس هي عملت كمكمه وانت مش اخده بالك. ده ممكن يكون بيحصل مثلا في المطبخ، بمجرد ما هتمسحي مثلا الرخامه او السيراميك بتاعك بتاع المطبخ وتشمي ريحه مش حلوه، اعرفي على طول ان المشكله من الفوطه اللي انت لمعتي بيها او مسحتي بيها. دي برضو من الحاجات الاساسيه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده في فيديو، ان هي بتكون من الاسباب اللي بتخلي فيه ريحه مش كويسه في مطبخك. فالتهويه للحاجات دي مهمه جدا، ولازم مطبخك الفوط بتاعته تتغسل كده غسله كويسه بميه سخنه من فتره للتانية، بس يعني ما تكونش فتره كبيره، ويتنشروا على الحبل بره زيهم زي اي غسيل عادي علشان يتعرضوا للشمس، لان ده بيقضي على اي بكتيريا فيهم وكمان بيساعد على تعقيمهم كويس جدا. بعد ما خلصت بقى الحمام والدنيا بقت عندي زي الفل، وحطيت دورة غسيل وشغلت عليها الغسالة، طلعت بعد كده للصالة، اديتها كده كنسة بالمكنسة، لان بصراحة كنت عاملة اوضة النوم، كنت شايلة الفرش بتاعها ومنفضاه وكنستها بالمقشة كده، وغيرت كمان فرشة السرير. فانا زي ما بقولكوا كنت تعبانة جدا جدا جدا، وكنت يا دوب لسه قايمة من تعبي. فقلت كده ايه افوق نفسي، فهي حاجة بتجيب حاجة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، النظافة بتجيب نظافة والكسل بيجيب كسل. فلما الواحد كده بيستعين بالله وبيقوم وبيشجع نفسه، بتلاقوا ربنا بيعين الواحد وبيقويه. وانا مش من الناس اللي سهل عليا ابدا ان اقعد بالكذا يوم من غير ما اشوف بيتي واللي ورايا، غير بقى لو حاجه صعبه زي كده. يعني الحمد لله ربنا يا رب ما يجيب اي حاجه وحشه وكله خير. فالموضوع كان صعب عليا جدا ان انا ابقى قاعده يومين كاملين في السرير ما بعملش حاجه، مش عارفه ان انا اقوم اشوف اللي ورايا، الحاجه عماله بتتراكم عليا، شغل بيتي بيتراكم، ابني لو بيكركب حاجه مش قادره ان انا اقوم اشيلها وراه، فالموضوع بيبقى صعب. فشجعت نفسي كده وقمت. اول حاجه بدات بيها غيرت فرشه السرير اللي انا كنت نايمه عليه، ونفضت الارضيه وكنست وفرشت تاني والدنيا بقت زي الفل. طلعت بعد كده حسيت ان الارضيه بتاعه الصاله بالطرقه فيهم زي تراب، فبدات طلعت بقى المكنسه. طبعا كان صعب جدا ان انا اشيل الحفاظات وانفض، ولكن اللي هي الحافظه اللي لونها نبيتي دي انا على طول باستمرار لازم كل يوم بنفضها، ممكن مرتين في اليوم، ولازم اللي هي التنفيضه اللي هي قبل النوم دي. لاني زي ما بقول لكم انا دايما بروق شقتي، بعدي كده ايه بعمل لفه كده على الشقه قبل ما بنام، لو ابني مكركب حاجه، لو في طبق ولا حاجه في الحوض بغسله، فبنفض الحافظه دي وبفردها وتبقى الدنيا عندي متهندمه وزي الفل. فيعني الدنيا كانت عندي الى حد ما برضو مش مبهدله، ولكن عشان حسيت ان في تراب في الارضيه فقلت اكنس كده بالمكنسه كنسه سريعه وتبقى الدنيا تمام معايا. وبعد كده بقى كان عندي غسيل قلت عايزه اطبقه، علشان الغسيل اللي في الغساله لما يطلع طبعا الطبق مش هيبقى فاضي، وما بحبش بصراحه ان انا اطلع الغسيل ارميه على اي حاجه، على كنبه ولا على غيره. آه، هيتراكم عليا وبعدين الشكل ما بيبقاش لذيذ في الرايحه والجايه كده.
بيبقى الغسيل قدامي متكوم، يعني حاجة مش لذيذة، فما بياخدش في ايدي حاجة. وكمان الغسلة دي كانت صغيرة يعني ما كانش غسيل كتير، فده شجعني اكتر ان انا اطبقه بسرعة واخلص منه وافضي الطبق علشان الغسلة اللي هتطلع تاني. حتى برضو بصوا هتلاقوا يعني هتلاحظوا تعبي حتى في تطبيق طريقة تطبيق الغسيل، غير ما انا متعودة ان انا بقعد اهندم فيه بزيادة واظبطه ومش عارف ايه، لا سريع سريع بحاول ان انا انجز نفسي. وقاسر كمان استغلالي جدا، يعني بينتهز الفرص. انا فعلا ما كانش عندي يعني مش قادرة ان انا اشخط فيه او ان انا اسكته، لا سايباه يعني ياخد راحته على الاخر، لاني فعلا كنت تعبانة. يعني انا كده اللي هو ايه لسه فايقة ولسه بسترد بقى طاقتي، فمش قادرة خالص ان انا اناهد معاه او كده. فربنا يعدي بس الدور ده على خير، لاني تعبانة جدا جدا واكيد باين على صوتي. وعايزه اقول لكم ان انا بقى 24 ساعه مقضيها حاجات سخنه، بس بتغصب لاني انا مش من يعني ايه مش من هواة الحاجات السخنه قوي، خصوصا لما ابقى مجبره عليها. يعني ممكن تلاقوني لو انا بمزاجي اخش واعمل لنفسي حاجه سخنه مثلا وانا قاعده بتفرج على التلفزيون وانا ماسكه التليفون، تمام. انما لو تعبانه بقى لا، تلاقوا معدتي مش متقبله المشروبات، و لا يعني الموضوع معايا بيقلب كده بقرفه. فربنا يا رب يعدي بس اليومين دول كده على خير ويخلص بسرعة الدور ده. مقضيها بقى طبعا أدوية وكده، فربنا يسترها علينا جميعا. بس خلي بالكم طبعا من نفسكم من ولادكم. وطبعا دور البرد ده جه القاسر، ولكن يعني ايه انا لحقته على طول بالعلاجات، فربنا سترها معايا شويه الحمد لله. طبعا هنا بقى كان في حاجات اللي هي هتتعلق دي ما بطبقهاش، يا دوب بس كده ايه بعدلها وبفردها وباخدها معايا على الاوضه. اللي عايز يتعلق بعلقه في الشماعه، وببدا ان انا انظم هدومي بحيث ان انا ادخل كل حاجه في الاوضه بتاعتها، وببدا ان انا ارصها. عايز اقول لكم ان انا يمكن اللي كان مريحني شويه في اليوم اللي انا نمته ده ان انا كان مطبخي نظيف. عايز اقول لكم ان اهم حاجه ان المطبخ يكون نظيف، يعني الشقه كلها مقدور عليها. يعني لو شويه مثلا لعب، شويه كراكيب كده متنطوره، حاجات هدوم غيره، كل الكلام ده امره سهل جدا بالنسبه لي. انما المطبخ هو اللي بيبقى امره صعب قوي. على الاقل لو شويه لعب ولا حاجه مترميين دول مش هيطلعوا ريحه، انما المطبخ بيبقى امره صعب في حته مثلا حاجه مثلا مرميه في الحوض هتطلع لك ريحه. الاكل بيمسك في الحلل فبيبقى مشكله برضو، بياخد بقى فتره عشان تبوشي الكلام ده. فالموضوع بيبقى رخم وصعب لما بيكون الواحدة مثلا لا قدر الله بتتعب فجأة ويكون مطبخها مش نظيف، فبتبقى أزمة فعلا. فعشان كده بقول ان لازم الواحد يبقى دايما ايدها في مطبخها، ما تبيتش مواعين في الحوض بتاعها، لان ده برضو بيبقى عامل ان في ريحة على طول تكون في شقتك مش حلوة، مش في المطبخ بس. فبلاش يعني دايما حافظوا على نظافة المطبخ بالأخص، وبعد كده أي حاجة تاني في الشقة بيكون أمرها سهل. هنا بقى كانت دورة الغسيل خلصت، فبدأت ان انا طلعت الغسيل. بس الحقيقة ان انا نشرته كان اخر النهار قوي، يعني كان مثلا الساعة 12 بالليل او حاجة. بحب ان انا انشر في التوقيت ده مش عارفة ليه. او لما بكون صاحيه بدري بنشر عادي في اي ميعاد بخلص فيه بنشر. انما لما بيبقى غسيل طالع معايا مثلا وقت المغرب العشاء الكلام ده لا، بسيبه لاخر النهار وبنشر فيه عادي. فمن بالليل للصبح الغسيل بيتهوى وكمان بياخد الشمس من اول اليوم، وباجي على اخر النهار اروح جايه لما الغسيل. بس طبعا الموضوع بيختلف في الشتاء شويه، ممكن الغسيل بيقعد على الحبل يومين، فربنا يعني يسهل. هنا بقى دخلت على المطبخ، كان جوزي جايب فاكهه كده يوسفي وجوافه وبلح، فقلت كده افضيهم من الكياس، ما بحبش الحاجه تقعد في الكياس حتى في الشتاء. يعني الشتاء ما بيبقاش فيه حر ولا حاجه والحاجه مش بتبوظ وكده، ولكن برضو الكياس بيبقى منظرها كده مش لطيف ونقعد بقى ناخد الحاجه من الكيس فلا كده الموضوع بيبقى احسن واريح للعين، بتبقى الحاجه كده قدامك باينه وشكلها نظيف. وباخد الحاجه بصراحه بغسل الحاجه بالطلب. احيانا اليوسفي بغسله بسيبه ينشف وبعد كده برصه في اي حاجه، ولكن اوقات كتير بقى لما ببقى نفسيا مش مهيئة بروح حاطاه كده في اي حاجة وبغسله لما بنعوز ان احنا ناكل منه. وطبعا البلح معروف ان هو ما بيتغسلش زيه زي التين، بيتحط كده في طبق في التلاجة وبتاخديه تغسليه في ساعتها علشان لو اتغسل واتساب بيبوظ. نيجي بقى للمقطع ده، انا كنت قايله لكم ان انا هنزله لكم ولكن ما كنتش عارفه هنزله في روتين ولا في لوحده، فلقيت ان انا ما كنتش جايبه طريقه البطاطا من اولها لاخرها. ولكن طبعا انا عامله لكم فيديو منفرد لطريقه البطاطا بتاعتي بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وصدقوني النتيجه بتاعتها روعه. في ناس كتير ما تعرفش الطريقه دي، ولكن
هي سهله وبسيطه وما بتبهدلكيش الدنيا لو انت بتتعقدي بقى من حته ان انت الفرنه بتاعتك بتتبهدل وبتاخد مجهود منك عشان تغسليها. طبعا الموضوع ده احنا عارفينه كلنا وبنتاذى منه، ولكن انا ولا مره عملت البطاطا بتاعتي في الفرن. انا على طول بعتمدها في الطريقه دي، واحيانا بسلقها وبعملها لو عايزه اهرسها مثلا واعملها بسمنه ولبن زي ما احنا عارفين. ولكن برضو هغير الموضوع ده وما كنتش هسلقها في حاجه، هعملها بالطريقة دي لاني جربتها. المرة دي جربتها وعملتها في صينية وكانت فوق الروعة، يعني اتنسفت في ساعتها ما شاء الله. فجربوها وصدقوني مش هتندموا وهتدعولي. اول حاجة بغسل البطاطا بتاعتي كويس جدا، ونأكد على موضوع نغسلها كويس. انا بغسلها زي ما انتم شايفين كده بالليفة، وبأكد ان القشر بتاعها كله يبقى نظيف. وبعد كده بجيب حلة تكون تساع الكمية كلها. دول كانوا 3 كيلو، عملتهم مرة واحدة ما شاء الله. جبت حله كده كبيره وبدات حطيت في الارضيه بتاعتها ورق، اي ورق يكون ابيض ساده نضيف. حطيته، بدات ارص البطاطا كده بشكل مهندم. وبعد كده رحت رش عليها سكر، بس ما يكونش سكر كتير، يعني مثلا ممكن معلقتين 3 كبار من السكر. ورحت مغطيه الوش برضو بورق. وبدات نزلت عليها قبل ما تحطي الورق، انزلي عليها بنص كوبايه ميه لو انت حابه. مش حابه هي كده كده بتنزل ميتها، ولكن برضو علشان ايه لو سهيتي عنها ولا حاجه ما تتلسعش منك. وتغطي الوش بتاعها بالورق وتبداي ان انت تحطيها على البوتاجاز، وبمجرد كده ما تسمعي صوتها تبداي ان انت توطي العين بتاعتها. خلي العين هاديه شويه وتبداي 10 دقايق ب10 دقايق كده تبصي عليها. ولو لقيتي انها استوت من تحت تبداي ان انت تقلبيها كده، آه، يعني بالحله نفسها او تشيليها وتقلبيها، تخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. تمام كده هتلاقيها بقى لما تيجي تضغطي عليها كده بمعلقه او بشوكه فهتلاقيها اتفتحت معاكي، او هتلاقيها خلاص طريت واستوت. اطفي عليها كده واعرفي ان هي خلاص بقيت زي الفل وتمام. والسوا بتاعها ده على فكره في ايدك، يعني لو انت عايزاها طريه قوي، لو انت عايزاها ماسكه نفسها شويه، اللي يريحك اطفي عليها في التوقيت اللي انت حباه. وديني هو بقول لكم وجربوها وصدقوني مش هتندموا. بدات ان انا قشرت يعني الطبق اللي انا عملته بالاسترتش رول ده، جبته بعد كده وقشرته وبدات ان انا هرسته وحطيته على البوتاجاز، وحطيت معاه كام مكعب زبده، وحطيت شويه لبن وشويه سكر ورشه من القرفه، وهرسته مع بعضه كويس. وبعد كده حطيته في الصينيه ورشيت الوش بسكر بودره، ودخلته تحت الشوايه في الفرن مفيش 5 دقايق. طلعت معايا تحفه والريحه كانت قلبة الدنيا. جربوها بالطريقه دي، ويا حبذا بقى لو تحط لها حته سمنه بلدي يبقى روعه. ده غير طبعا قيمتها الغذائيه، بتبقى وجبه حلوه جدا للاطفال. بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. طبعا ما تنسوش دعمكم ليا، تعملوا لي لايك لاني بتعب جدا في التصوير وفي المونتاج. طبعا حابه اشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للاخر، واتمنى لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بالفيديوهات الجديده. واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.